اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. زي ما انتم شايفين كده بقى مع بعض، قلنا ايه نجيب نعمل صينيه كيك كده مع بعض يا حبايب قلبي. ان احنا ايه نحل بقنا بقى واحنا قاعدين، او اي حاجه كويسه كده ناكلها مع كوبايه شاي، مع كوبايه نسكافيه، الموجود يعني يا حبايب قلب. زي ما انتم شايفين كده انا جبت اهوت ايه نعمله مع بعض زي ما انتم شايفين واحنا قاعدين. دي الدقيق بتاعنا والفانيليا والسمنه والزبادي، واللهم صل على النبي، والسكر اهو ماشي، وده البيض، وده عصير البرتقال. زي ما انتم شايفين المكونات ايه كلها قدامكم اهوت يا حبايب قلبي. إيه رصها لكم كده عشان تشوفها، يعني عشان ايه اللي عاوز يمشي ورايا وجرب الطريقه بتاعتي. اهو يا احلى اخوات في الدنيا يا مسكرين يا حبايب قلبي. ماشي الدقيق بتاعنا زي ما ايه كالعاده يا ساده زي ما احنا متعودين. اللهم صل على النبي، ان احنا لزوما ندخله او نشاهده زي ما ايه الطبيعي بتاعنا. ماشي، يبقى بنفتح الكيس كده واحده واحده مع بعض اهو. الدقيق دوت انا بحب اعمل بيه جدا، متعوده عليه الاصيل ده اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، بحب ايه مجرباه يعني كذا مره. كنت بجيب الضحى الاول بس عدت ده بجيب دوت برضه. يبقى دوت كيلو الدقيق بتاعنا على صينيه الكيكه دي بتطلع مظبوطه جدا. بس انا صراحه ربنا يا حبايبي مش عارفه مقاسها كام، يعني انا بعمل بالبركه كده بالفلاحي كده ما مش بقيس يعني. ماشي اهو. مفيش احسن من البركه كده من الطبيعه، ربنا بيبارك في الحاجه وبتبقى جميله واوزه وزي العسل والله يا حبايب قلبي. ماشي اهو. زي ما انتوا شايفين كده المنخل الظريف بتاعنا ده بنشاهد بيه كل حاجه. خلاويص لعند كده ايه واحنا ماشيين كويس مع بعض اهو. ما انتوش ملاحظين حاجه يا ولاد النهارده؟ ربنا هات الديك، عشان انا بتكلم لكم على الفيديو دي بالليل وهو نايم. اهوت كده ايه ورقتين البيكنج باودر بتوعنا برضه بننخلهم عشان لو فيهم تكتلات او فيهم اي حاجه مش كويسه يبقى ايه ننخلهم برضه. هتقولي لي انت حاطه 3 بيضات بس يا على صينيه الكيكه بتاعتك. انا ما بحبش اكتر البيض في الكيك بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده، دي ما كنت عاوزه انخلها قلت هنخل دي اخرى مش مشكله الضعف المنخل. اه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، نلم بقى ايه الحاجه بتاعتنا والعكاويز بتاعتنا بعيد علشان تبقى ايه يعني الحته نضيفه حوالينا كده. اهم حاجه يا ولاد ما تنسوش اللايك والاشتراك يا ولاد، الاشتراك يكون ظريف ومسكر زيكم كده، ولايك ايه حلو زيكم كده برضه. ماشي اهو. كده المكونات الجافه بتاعتنا كلها اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا حطيناهم مع بعض. اللي هيقول لي برضه ما حطيتهاش الفانيليا ليه مع البيض، ما كله راجع لبعضه. اه زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي. يبقى احنا كده ايه ماشيين خطوه خطوه مع بعض، وجايبين الخلاط بتاعنا فرحنا برضو علشان تبقى حاجه كل حاجه جاهزه. ما نقعدش نمشوركوا كتير معانا وتبصوا كده ولا كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده. ما حدش يخيل على الخلاط بتاعي يا ولاد، خلي بالكوا يعني. اما ربنا يكرمنا هنجيب احلى حاجه في الدنيا مع بعض باذن الله اهو. يبقى ايه كده اول حاجه حطيناهم مع بعض ال3 بيضات. ماشي يا حبايب قلبي. والسكر بتاعنا انا جايبه ايه الكوبايه اللي هو المج بتاع الشاي ده، بوريهولكوا برضو علشان خلي بالكوا في حاجه هتحصل الوقت. شوفوا كبنا حبه السكر. مش عارفه كان مزاجي وحش كده ليه، مالك يا حاجه زعلانه مبوزه كده ليه اهو. اكيد كان في حد قاعد قبالي بنكف فيا اكيد، وببص كده ولا كده تلاقيني الوقت بصغر لهم الزغره يا سلام هولع فيهم. اهو يا حبايب قلبي. ده اول ايه كوبايه سكر زي ما انتم شايفين كده اهو. والسكر ده برضو ايه حسب الرغبه واختياري فين. والتانية كوبايه انا كنت معايرهم اصلا من الكيس بس قلت اما اوريهم لكم. فاللهم صل على النبي. الناس بقى يعني في ناس بتحب الحاجه مسكره قوي، الناس بتحب السكر خفيف. اللي ربنا يا رب يشفيهم ويحوش عنهم اللي عندهم السكر يعني. فمش كله زي ما انتوا شايفين كده. الناس مش كلها زي بعض، فحد ناس بتحبها مسكره وناس بتحبها سكر هادي عشان تشرب معايا شاي او اي حاجه من دي. فكده يعني انا عن نفسي بحب الحاجه مسكره اه. يبقى نفتح ايه كوبايتين الزبادي. لو عندك لبن اللي هو الحليب يعني عادي حط كوبايه، كوبايه اللي هي الكبيره بتاعه العصير دي. الكوبايتين الزبادي دول انا بحب اجيب الزبادي اللي هي بخيرها دي. بحس ان بتودي الكيكه بتاعتنا في حته تانية، تحس انت حط عليها لبن رايب كده يعني زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي يا حبيب قلبي. المروحه كانت شغاله كانت بتطير مني اللي بتوع الزبادي اهو. زي ما انتوا شايفين كده برضو بعير لكم العصير بالكوبايه بتاعت اللي هي انا عيرت بقى السكر برضو
علشان تبقى كل حاجه واضحه قدامكم. ماشي يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين اهو. انا اللي بتاع البرتقال ده كنت حاطاه في الفريزر وطلعته بقى فرمته اهو. زي ما انتوا شايفين كده، يجوا كوبايتين، هيجوا بتقلي كوبايتين ونص او 3 مع بعض. بس ما شاء الله يعني المقادير طلعت او العيار طلع مظبوط. بوريك اهوت، بقول لكم كوبايتين ونص. طلع مظبوط على صينيه الكيكه اللي هو المكون بتاعها كيلو دقيق. فاهمين قصدي؟ عشان الناس اللي هي مثلا عندها دقيق في البيت ما بتشتريش، يبقى عارفين حاجه معياريه يعني، مقدار كيلو كده يعني، عشان الحاجه تطلع مظبوطه وكويسه اهو. واللهم صل على النبي، الكيس السمنه دي في معلقتين. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده، في معلقتين سمن. يعني الكيسين فيهم، زي ما انتوا شايفين كده، الكيسين فيهم اللهم صل على النبي، فيهم بتاع ربع كوبايه سمنه كده. في ناس بقى بتحط سمنه على زيت، بس انا بحبها بالسمنه بس، بحسها طريه كده، بتبقى كويسه وجميله يعني. ماشي يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. اللي وصل بقى لعند الخلاط، ماشي، يكتب لي في التعليقات يخلطوا يخلطوا. زي واحده كده بحبها، الله يمسيها بالخير. بتجيب اي حاجه علامه كده او رهان من الفيديو كده، علشان اللي مشاهدينها يخش يكتبوا لي. زي ما انتوا شايفين كده، المكونات بتاعتنا كلها حطيناها اهوت على بعض. ماشي، واللهم صل على النبي، ننزل عليهم بقى واحده واحده كده. انا عارفه ان انا هيجيلي مخيلات موت على الخلاط بتاعي ده، انا عارف. بس حلو الحمد لله، كل واحد بيمشي على قده، بكره ربنا يكرمنا ونبقى احسن ناس في الدنيا. طولت معنا مع بعض يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده، انزلي بقى بالمكون بتاعك واحده واحده اهو، زي ما انت شايفه، علشان تبقى المكون بتاعك مظبوط. اللي بتاع اللي في ايدنا ديت يا اولاد، والله واقسم بالله يعني مش تزعلوا مني، كله في الفاضي. اللي هو السيليكون ده، على فكره انا كنت اتخلع مني وقفلت عما جمدته او كده. زي ما انتوا شايفين. يا سلام، كانت فين ايام ما كنا بنعمل بايدنا يا ولاد. والله واقسم بالله انا بحب الحاجه اللي بتتعمل بالايد دي، بتبقى ما شاء الله عليها يعني جميله وتحفه كده. بالفرشه ندهن السمنه بتاعتنا يا حبايب قلبي برضو في الصينيه كده، علشان تبقى من تحت حمرا وجميل. ماشي، يا رب الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط وخفيف على قلوبكم يا حبايب قلبي، وتحطوا بقى لايك والاشتراك وتشاهدوا له الفيديوهات يا ولاد. والله العظيم انا زعلانه منكم جدا جدا. خلي بالكم يعني، انتوا عارفين يا ولاد زمان كنتوا بتشاهدوا لي الفيديو كله، وكانت يعني القناه بتاعتنا كانت ماشيه كده. يرضوكوا القناه بتاعتكم بتاعت اختكم تقف، هزعل منكم اقسم بالله. خلي بالكم يعني. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. فضي بقى يا حاجه، فضي فضي. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. فضي الصينيه بتاعتنا دي ما شاء الله كبيره يعني، مش صغيره برضو. اخبطها خبطتين كده على على الرخامه بتاعتك. ماشي، علشان تطلع الفرقعه. كل ما بخبطها بتحس ان هي بتطلع الفرقعات اللي فيها. ظبطها كده وظبطها حالها ومحتلها، وندخلها بقى مع بعض في الفرن. بقول لكم انا هحطها في الفرن دي، مش هحطها في الفرن التاني، فرن البوتاجاز يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ولعنا عليها مع بعض. كنت انا بقى اليوم دوت كنت عامله صلصه بقى، البوتاجاز بتاعنا عاوز ياخد دش. هنفتح الحوض بتاعنا وندش، نديله دش في السليق. ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين احمرت وجميله وزي العسل اهيت. ماشي، بس شفتوا بقى يا ولاد الحرف بتاع البوتاجاز من جوه. كنت انا بقى ارفع الصينيه عليه، فتحس ان حته اجت عاليه عن عاليه، بس حته بسيطه يعني. ومن تحت كانت حمرا وجميله وزي الفل. والله يا حبايب قلبي تستاهل بقكم، يا ريت تجربوها بالطريقه بتاعتي دي، وتكتبوا لي في التعليقات الطريقه عجبتكم ولا ماشي يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. ويا رب كده اكون بفيدكم، لو ببسيطه، لو بمعلومه بسيطه. ماشي يا حبايب قلبي، ويا رب كده الفيديوهات بتاعتي تكون سهله وبسيطه على قلوبكم حبايب قلبي. انا بتكلم معاكم بالطبع وبالفطره كده يعني، خلي بالك حياه النعمه انت تكسر الباب. ما بعرف ازوق في الكلام ولا كده. فانتوا يعني احنا عارفين بعض بالطبع، يبقى خلينا بالطبع زي ما احنا ماشيين. ماشي يا حبايب قلبي. اللي وصل لهنا يحط اللايك والاشتراك ويكتب لي هاتي حته. ماشي، اللي مش هيكتب لي هاتي حته اعرف ان هو مش وصل لعندي هنا. خلي بالكم يا عم. شاهد حبه في الفيديو بس وخرج. وخلي بالكم انا بهزر معاكم، والنبي لو ما شاهدتوا خالص انا بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. ماشي، الموضوع مش موضوع مشاهدات ولا موضوع حاجه. كفايه ان انتوا التعليقات بتاعتكم الظريفه العسل دي، بتبسط منكم والله العظيم.
خلاويص يا ولاد، قولوا خلاويص اهو. بنقطعها بقى مع بعض كده، ونطلع ايه للاطفال بتوعنا، الاطفال البرقه بتوعنا. حتتين كده علشان ايه يدوقوا. بس خلي بالكم والله العظيم كانت سخنه نور نار كده. شوفوا مانيش عارفه اطلعها بايدي. جبت اللي بتاع الكبيره ديت المقصوصه. ماشي، او ايوه المقصوصه يا ولاد، اسمها المقصوص. احنا نزوق فيها ليه؟ هي مقصوص. مقصوصه دي ولا مش مقصوصه؟ اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، سخنه نار والله، من مستحملها على صوابعي. بحوش من الصبع ده للصبع ده. وقطعتها اليوم اهوت عشان ايه العيال بتتبسط، يعني ما تكون امهم عامله حاجه زي كده. زي ما انتوا عارفين احنا كنا كبار كده وعجول، وبناخد الحاجه زي دي ونجري بقى في الشارع. والله العظيم خلي بالكم يعني. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده اهو، قطعت لهم كل واحد حتتين. وعامله لهم كل واحد اللهم صل على النبي كوبايه نسكافيه، ياكلوا ويتهنوا كده. ربنا يخليكم يا حبايب قلبي، وتعملوا لعيالكم احلى حاجه في الدنيا. ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع الف سلامه يا ولاد، مع السلامه.